قلنا الدراع المفرود خالص بالشكل ده غلط، والدراع لما يكون متني زيادة عن اللزوم غلط، في كسرة صغيرة في الكوع، وكوع ما يبقاش نايم بالشكل ده، يعني ما اتمرنش كده، لا. كوعي بالشكل ده. وطبعا بقى الاختراعات بتاعت ايه، افتح الدمبل وانزل كده، وافتح الدمبل وانزل كده، كل ده هكس يا رجاله. التمرين بيتنفذ بالطريقه دي بالشكل ده، واخري حدود الكتف. يعني شغل بقى تجيب لي الدنابل فوق تعديها، وشغل تجيب لي الدنابل من هنا وتخلي الدنابل تخدم في بعضها، الكلام ده كله ملوش لازم. اهم حاجه انك تحس عضلات الصدر اللي انت بتتمرنها، وتشد عضلات الصدر اللي احنا شغالين عليها. النقطه اللي بعد كده هي المدى الحركي. انزل بالدمبل لحد فين؟ طيب انا ماسك الدمبل، بفتح الدمبل عشان اعمل استرتش كويس لعضلات الصدر. اخري مستوى جسمي، الدمبل ما ينزلش تحت جسمي، لان تحت مستوى جسمي هنا كتفي هو اللي دخل في التمرين، او كتفي اشترك معاه في التمرين بشكل كبير، ومعرض للاصابه بسهوله في النقطه دي من المدى الحركي ده. انا عايز اعمل استرتش كامل للشست او للصدر زي ما انا شغال او زي ما انا عايز، يبقى الدمبل اخره مستوى جسمي بالشكل ده. لكن بلاش يا شباب انك تنزل تحت خالص على اساس ان انت كده هتشغل عضلات الصدر اكتر. هتقول لي يا عم ارنولد كان انت مش ارنولد، انت دافع اشتراك الجيم بالعافيه وكلت بطين الصبح بالعافيه، وعضلات صدرك مش زي عضلات صدر ارنولد. فخليك في حالك وتمرن بشكل صحيح عشان تستفاد بالتمرين. كده يا شباب يبقى انتوا عرفتوا تعملوا او الطريقه الصح لتمرين دمبل بنش فلاي او تمرين التفتيح لعضلات الصدر. لو في تمرين معين عايزني اشرحه اكتب في التعليقات. لو في نقطه او حاجه مش واضحه اسالني وهرد عليك. لو محتاج حتى تقيم ادائك في تمرين معين ابعته في رساله على الواتساب وهقيم لك الاداء. لو عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب، اي اوبشن يا معلم.